سلام بنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سلمى ديالي سي استيوس. كنتمنى ان الفيديو يلقاكم في صحه جيده واحوالكم تكون طيبه ان شاء الله. اليوم الفيديو عباره على معسله ديال البريوات، يعني كيجيو مختلفين او مبدلين على البريوات العاديين او البلديين اللي مولفين كنديروا. كتجيو بواحد الحشوه كتجي لذيذه مع جميع التفاصيل اللي غادي يخليو هاد البريوات ينجحوا معكم. دا نخليكم مع الوصفه في الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، عندي 300 غرام ديال العقد د اللوز. هنا عندي خديت كيلو ديال اللوز، سلقته كامل، نصو قليته ونصو خليته مسلوق، وزدتو 200 غرام ديال سنيده وطحنته على شكل عقده. هنايا القاعده، كتاخذوا الكميه ديال اللوز ديالكم اللي عندكم كتعبروها، نصو كتسلقوه، نصو كتقليوه، نصو كتخليوه مسلوق، وكتزيدوا الخمس ديالو ديال السكر. هنايا عندي 100 غرام ديال الشريحه، كنحيد لها داك الراس ديالها وكنقطعها رقيقه. عندي 100 غرام ديال التمر، من بعد ما حيدت ليه النواع عاد كنعبر 100 غرام وكنقطعو حتى هو رقيق. عندي ما زهر على حسب الحاجه اللي غادي نجمع ليا العقده. عندي شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه، ما كنكثرش، و20 غرام ديال الزبده. اول حاجه كنديروها هي الزبده، كنضيفوها للعقده. يستحسن ان تكون الزبده خارجه من الثلاجه قبل، يعني تكون بوماد باش تجيكم سهله دغيا دغيا كتدخل في اللوز. صافي هنايا غنخدمها واحد شويه بما يبان ليا ما بقاوش كيبانوا لي الطريفات ديال الزبده. صافي غادي ندوز، غنبدا نضيف المزهر. هنا المزهر كيبقى على حسب اللوز، الا كان ناشف بزاف يعني غادي تضيفوا اكثر من طبيعه الحال. هنايا الكميه هي القاعده، خاصها تولي عندي العجينه شويه يعني كتولي رطبه ومجموعه، ما كتبقاش مفرته. كنبدا ندخل ليها كنبدا نضيف هذا الزهر بكميات، يعني ما تضيفوش دفعه واحده. صافي وكندلك بالبنيه كما تنقول، يعني الايد ديالي، يعني الفورمه د البنيه، وكندخل ما كندلكش بالكف ديالي. صافي هنا غنبقى نضيف بشويه بشويه حتى وكانت تبان ليا العجينه اولا العقده ديالي تجانست. انا هاد الفيديو غنخلي لكم علاش، حيتاش كاين الناس اللي كيوقع لهم واحد المشكل اللي غيوقع ليا دابا وما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا معاه. هنايا فاش كنت كندخل ديك الكميه ديال الزهر وكندلك، بدا اللوز كيطلق ليا الزيت. هي كتوقع غالبا الا ما كانش اللوز ناشف مزيان مزيان، انا واخا نشفتو وخليته يبات وكلشي، عاد قليته عاد طحنته، ما كانش نشف ليا مزيان، بدا كيطلق ليا الزيت. اش كديروا هنا؟ كنغلي الماء مزيان، ممكن تغليو ما زهر، لكن غادي يولي الريحه ديال ما زهر غالبه لكم على العقده بزاف. كنغليو الماء كيكون طايب، وكنبداو نضيفوه بشويه بشويه، وكندخلوه وكندلكوه بالبنيه كيف قلت لكم. الا درتو الكف غادي يبدا يزيد يطلق لكم الزيت. صافي كنبدا ندخل يعني كل مره كنضيف شويه ديال الماء وكندخل حتى كيبان ليا اللوز ديالي يعني غادي ينشف. ما غاديش تبقى تبان ليا ديك الزيت طالعه الفوق. صافي هنا غادي نحبس عليه، يعني ديك الساعات غتحبسوا حتى الدليك، ما تبقاوش تدلكوا، لانه هو راه غيبدا يشرب هذاك الماء. وإلا زدتوه عاوتاني بقيتو نتوما كدلكوا فيه، يعاود يبدا يطلق لكم الزيت من اول وجديد. صافي اون فوا يبان لكم نشف، فانتوما كتحبسوا من بعد ما كتدخلوا ليه الماء، صافي كتحبسوا ليه الدليك وكتجمعوا العجينه. هنايا كتكون كتلصق شويه، ولكن راه كتجمع. في حاله غلبات عليكم كديروا مسحه في الايد ديالكم ديال الزيت وكتجمعوها. يعني كتشوفوا انا هنا كنجمع ليه جنابو، وغادي نحطو فوق الرخامه ديالي ونجمعوه باش تشوفوا انه راه كيتجمع. هنايا غادي نحطها فوق الرخامه هنا غير باش نوريها لكم بلي راه كتجمع. خفتوا منها، قلت لكم كديروا مسحه ديال الزيت او اللي غلبات وما عرفش كيفاش يتعامل معها. سينو راه غير كتلويوها ولا كتكوروها راه كتجمع عادي. ممكن تشكلوا منها حتى الكويرات دابا وما ما كاين حتى شي مشكل. هنايا كنضيف الملحه القرفه، غادي نزيد التمر وغادي نزيد الشريحه، وغنعجن كلشي مع بعضياتو حتى وكان يتداخل ليا كلشي مع بعضياتو. هذا نعاود نجمع لاباط ديالي ولا العقده ديالي ونشكل منها الكويرات. هنايا هاد الطريقه اللي وريتكم ممكن انكم يعني ماشي ضروري مع هاد الحشوه ولا هادي اي حشوه وقعت لكم ولا غير البلديين العاديين فانتم كتستعملوها. بغيتو تخليوها ترتاح في الثلاجه كتقدروا تخليوها كتزيد، راكم عارفين اللوز كيشرب.
غادي الا زادت ارتاحت راه غادي تزيد تشد راسها، ما غاديش تبقى مطلوقه لكم بحال الاول. هنايا صافي من بعد ما غادي ندير المكونات، غادي ندخلهم مزيان مع بعضياتهم، غيتعجنوا ليا مزيان. غادي ناخد من بعد انا سباتول، وغادي نجمع ليها جنابها، يعني كتجمعوا لها غير جنابها وكتدخلوهم من الوسط هكا حتى وتكوروها صافي. ونرجع معكم باش غادي نشكلوا الكويرات ديالنا. من بعد ما جمعت لاباط ديالي، جبت هنايا واحد البلاطو اللي دهنته بواحد شويه الزيت، وعندي الميزان باش غادي ندير الكويرات في قياس واحد. هنا استعملت يعني درت ما بين 8 حتى ل 10 غرام. ممكن نتوما تزيدوا تكبروهم ولا تصغروهم حسب الرغبه. صافي وغنبدا نشكل في الكويرات ديالي حتى وكنكمل هاد الكميه. هنا راه استعملتها تم يعني كتشوفوا كتشكل بكل سهوله، ما خليتها لا ترتاح، ما دهنت يدي بزيت. نتوما ممكن تخليوها ترتاح، ممكن دهنوا بالزيت الا بغيتو. صافي غنستمر بهاد العمليه حتى وكنسالي. عاد غندوز باش نشكلوا البريوات ديالنا. من بعد ما كملت التكوار ديالي، انا جبت زلافه درت فيها شويه ديال الماء والدقيق، ممكن تستعملوا ما زهر مع الدقيق. وجبت الورقه غنحيد لها هذاك الجناب ديالها، هذوك لي شوت اللي ما غاديش نستعملوا. الورقه عندي مقسومه حيت مشى لي الجزء الاول ديال التصوير. المهم هنا غير كنحيد هذاك الطرف اللي ما غنستعملوش، كنعبر جوج قياس ديال جوج صباع، يعني بالقياس ديال يدي انا استعملت القياس ديال جوج صباع، وكنقطع وكنمشي على نفس القياس. ممكن تستعملوا مسطره ديروا 2 سنتيم حتى 3، اولا ممكن بصباعاتكم يعني ما بين 2 حتى 3 صباع، كاين اللي صباعات رقاق. المهم في الاول ضروري تجربوا، يعني قطعوا التقطيعه الاولى وجربوا حتى الا جاكم القياس عاد سيروا عليه، يعني باش ما تضيعوش الورقه ديالكم. صافي من بعد ما غادي نقطع الورقه، يعني كنقطع غير الكميه اللي غنحتاج ونغطيها باش ما تنشفش ليا. استعملت هنا الورقه ديال البخار، ما كندهنها ما حتى شي حاجه. المهم كنجيب الورقه ديالي كنديرها على سطح العمل. الجهه اللي كتكون اللي كتبري او اللي رطبه ولا اللي ما محبباش هي اللي كنخليها يعني منها لسطح العمل، كتكون من التحت ومن الفوق كتكون عندي الجهه اللي كتكون شويه حرشه. غندير عليها الكويره ديالي وغادي نبدا نلف. هنا كيف غتشوفوا غير كنضغط هنا بالصبع ديالي باش كتشد على الورقه وكنبدا نلف عادي. من بعد كان يعني كتبقى لي واحد شويه ديال، يعني كتبقى كميه مهمه واحد شويه، وندهنها باش كتلوي الورقه كتجيكم صامته مزيان، يعني كتلمط مزيان. هنايا غادي نعاود معكم وحده اخرى وغادي تشوفوا انا فاش كنضغط على هذيك الكويره، يعني كنخلي دوك الجناب خاويين. انا فاش كنلويوها كنخليو الجناب خاويين، لان اللوز فاش غيبدا يتقلى غيزيد يتنفخ، خصو الجناب فين يمشي. دوك الجناب مازال يعمروا فاش يكونوا كيتقلاو البريوات ديالنا. الا نتوما دفعتوا هذاك اللوز في هذاك الجناب غير غيبدا يتقلى، ما غيلقاش اتساع فين غيتنفخ، غيبدا يخرج لكم من الجناب ديال البريوه ديالكم، غتولي لكم المقله كلها لوز كلها حرق. لذلك كتخليو دوك الجناب وما تخافوا، يعني راه ما كيتحرقوا ما حتى شي حاجه، كتخليوهم باش كيتسع فيهم اللوز من بعد ما كيتنفخ. صافي نستمروا يعني بهذه العمليه هكا حتى وكنكملوا البريوات ديالنا كاملين. عاد غندوزوا للمرحله ديال القلي. انايا من بعد ما سالين الطي ديال البريوات ديالنا كندوزو للمرحله ديال القلي. هنا ضروري الزيت خصها تكون سخونه، يعني كنجهد عليها العافيه وكنخليها تسخن مزيان. حدايا العسل ما سخنت ما والو، يعني ما عنديش العسل ثقيله. العسل هي هذيك الا كانت ثقيله ضروري تسخن وتخليوها تدفى واحد شويه باش ما تهرس لكمش البريوات ديالكم. من بعد صافي من بعد ما كتسخن ليا الزيت كنقص عليها، يعني العافيه مهيله، وكندير دوك البريوات ديالي يتقلاو. ضروري هاد المرحله خصنا نبقاو كنحركوا فيهم باش كيتقلاو بشكل متساوي. الا ما حركتوهمش هما تقال غادي ينزلوا لكم على القاع ديال الاناء ديالكم وغيتحرقوا كاملين من التحت. لذلك ضروري هاد المرحله هذه يعني المرحله ديال القلي خاصكم تبقاو مقابلينهم. صافي كنبقاو كنحركوا فيهم، كل مره كنهز كنشوف اللون اللي اكتسبوا، يعني انا غنخليهم غير يولي عندهم واحد اللون مذهب زوين. من بعد غادي نهزهم، ما تخليهمش يتحمروا بزاف لان مازال غيكتسبوا اللون ديال العسل. وما تنساوش فيهم الشريحه والتمر، يعني اللون ديالهم غيكون مغلوق للعقده ديالهم، يعني الا خليتوهم اكثر غادي يعطيكم واحد اللون شويه مارون اكثر من القياس. صافي هنايا من بعد ما ذهبوا ليا كتشوفوا كنهزهم بالصفايه، كنصفي مزيان كنستقطرها، وكنجيب بابي ابسورمون ولا ورق الطبخ وكان المطبخ عفوا، كنمسح من التحت باش ما كتسقطرش ليا ديك الزيت في العسل، وكنطفيهم في العسل مباشره. كتكون حدايا سباتول ولا باش كنغطيهم مزيان ولا معلقه باش كندفنهم في هذيك العسل باش يتشربوها. صافي وغادي نستمر بهذه العمليه، يعني كناخذ كل مره الكميه المناسبه غنديرها تقلى حتى وكنسالي الكميه د البريوات اللي عندي.
عاد ندوزو للمرحلة الموالية. هنا من بعد ما ساليت الكميه ديال البريوات ديالي بالقلي، هنايا في المرحله ديال فاش كنطفيهم في العسل، هنا كنخليهم يباتوا. يعني ممكن نتوما ما تخليوهمش يباتوا، ممكن تخليوهم ليله او ليلتين يعني حسب الرغبه، يعني باش تاكدوا منهم انهم تشربوا مزيان بالعسل. هنا كتشوفوا راه كتزيد تطلق مع السخونيه د البريوات، ما حدنا كنزيدوا فيها كميه البريوات ما حدها كتزيد تطلق بالسخونيه. لذلك انا غنخليها خليهم يباتوا حتى وكان يبردوا مزيان، وهذا عاد غادي ندوز نصفيهم ونقدمهم بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والا كان بقى عندكم اي تساؤل فما عليكم الا تخليوه ليا في التعاليق، وان شاء الله غادي نجاوبكم كاملين. ما ننساش نشكركم على التفاعل ديالكم مع القناه، وكنرحب ايضا بالناس الجدد اللي عاد انضمت لينا. والا كنتي اول مره كتشوف القناه وبغيتي توصل دائما بالجديد، فما عليك الا الضغط على زر الاشتراك وتفعل جرس التنبيه. اذا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل. خليت لكم راحه البال ومع السلامه.